بالنسبة لتالتة اعدادي هتذاكر ازاي ايام الامتحانات؟ تالتة اعدادي حاليا دلوقتي هتذاكر ازاي ايام الامتحانات وهتعمل ايه؟ هقولك على 3 طرق او 3 حاجات لازم تعملهم ايام الامتحانات. 3 طرق هتذاكر بيهم ايام الامتحانات ولازم يجيبوا معاك نتيجة. لو انت لسه ما بدأتش في المنهج او انت بتراجع او بتحل امتحانات، ال3 طرق دول هيخلوك يعني تجيب المنهج في شوال. 3 حاجات تحفة بصراحة، لو نفذتهم هتقفل الامتحان. تعالى مع بعض نشوف ايه هم ال3 طرق دول. لو انت بقى اول مرة تشوف القناة بصراحة هيفوتك كتير جدا، في فيديوهات جاية تحفة لتالتة اعدادي. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان زمايلك يستفادوا. ويلا مع بعض نعرف ايه ال3 حاجات دول. اول طريقة او اول حاجة لازم تعملها انك تذاكر من ملخصات. يبقى اول حاجة انك تذاكر من ملخصات او مراجعات نهائية. اوعى تذاكر من الكتاب الكبير اللي هو ده، شايفين الكتاب الكبير ده؟ اوعى، بلاش انك تذاكر من الكتاب الكبير ده اللي فيه 250 صفحة 300، بلاش انك تذاكر فيه ايام الامتحانات. لو انت لسه بادئ في المنهج او بتراجع او بتحل امتحانات اوعى تبدأ من الكتاب الكبير دوت. حاول انك تجيب ملخصات، الملخصات اللي هي الصغيرة دي، اللي هي الصغيرة تقريبا اللي تلاقيها 20 ورقة 15 ورقة، ملخصات صغيرة كده هتلاقيها في المكاتب. او طبعا بنسبة كبيرة انت بتاخد دروس، واكيد بنسبة 100% ان المدرس اللي بتاخد عنده درس عمل لك مراجعة نهائية 15 20 ورقة، دي اللي تذاكر منها. اوعى تذاكر من الكتاب الكبير لان هيضيع وقتك. احنا عاوزين نوفر وقت على قد ما نقدر، عاوزين نخلص المادة في يومين بالكتير لان مفيش وقت، فالملخص هيساعدك. دي اول حاجة. طب لو انت معكش ملخص او معكش مراجعة نهائية ولا بتاخد دروس، انا موجود معاك. بعمل ايه؟ اكتب لي بس في التعليقات عايز مراجعة نهائية لكذا، بعني نزلت فيديو فات ونزلت فيه كل المراجعات النهائية، بس مفيش مشكلة. عايز مراجعة نهائية او ملخص لأي مادة، اكتب لي بس تحت في التعليقات عايز مراجعة نهائية مثلا للعلوم، مراجعة نهائية للدراسات، هتلاقيني رديت عليك على طول وبعت لك المراجعة النهائية تطبعها تنزلها بصيغة الPDF اللي يعجبك. تاني حاجة انك تقسم يومك لنصين. افهمك انا بس. يعني مثلا تقسم يومك لنصين ازاي؟ تقوم مثلا الساعة 6 الصبح، بلاش موضوع انك تقوم الظهر ده لان مفيش وقت، بلاش تتدلع في النوم. تقوم، حاول تقوم بدري على قد ما تقدر. هنقول مثلا الساعة 7، هتعمل بقى معاك من 7 لحد العصر، دي مراجعة نهائية او مراجعة ومذاكرة، دي مراجعة. طيب من العصر بقى ل 11 بالليل او 10 بالليل على قد ما تسهر، دي بقى تحل فيها امتحانات. يبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر، بتذاكر وبتراجع وفي نفس الوقت بتحل امتحانات، كده انت ماشي في السليم وتمام. اوعى تقول مثلا اراجع الاول واذاكر الاول وبعدين احل امتحانات، مش هتلاقي وقت انك تحل في امتحانات. فانت خد الاثنين معاك، راجع وحل امتحانات. ثالث حاجة بقى ودي من عندي انا ممكن ما تعجبش ناس كتيرة، لما تقوم تذاكر بلاش ترتب المكتب، بلاش ترتبه، ابوس ايدك بلاش ترتب المكتب، خليه زي ما هو. احنا ناس ما بنحبش النظافة، احنا ناس مش نظيفة، بس خلي المكتب زي ما هو وزيح الكتب كده، ابعد الكتب عنك وامسك المادة اللي هتذاكرها وحطها قدامك وذاكرها على طول. بلاش تضيع نص وقتك في انك ترتب المكتب او انك تنظفه، بلاش، ابوس ايدك. الوقت اللي احنا فيه ده مش وقت نظافة يعني، قوم ذاكر على طول. لان لو حطيت في دماغك النظافة يبقى انت مش جاي تذاكر، لو حطيت في دماغك انك ترتب الكتب هتلاقي نفسك زهقت ومش هتذاكر. لما تقوم تذاكر وتاخد قرار انك تذاكر، سيبك من اي حاجة تاني. لو الأوضة بتاعتك مبهدلة سيبك منها. في حاجة رابعة، هي مش رابعة، لا هي ممكن تقولي نص، يعني اعتبرهم 3.5. لما تيجي تذاكر ابوس ايدك، لو الساعة 6:30 قوم ذاكر، بلاش تستناها لما تيجي 7، بلاش تستنى لما الساعة تبقى بالظبط عشان تيجي 7. يعني مثلا لو 7:10 ما تقولش لما تيجي 7 ابقى قوم اذاكر، لان انت كده مش هتذاكر. قوم تذاكر، تقوم تذاكر على طول، مهما كانت اوضتك مهما كانت الساعة تقوم تذاكر على طول. ابعد الموبايل عنك، خليه في اي حتة بعيدة عشان مش كل شوية تفتح نت وتبص بص على الفيس، تبص بص على الواتس، الدنيا مش هتتغير. هو شهر استحمل نفسك فيه واستحملني انا كمان فيه. يبقى كده الثلاث حاجات نقولهم بسرعة: تذاكر ملخصات،
تقسم يومك نصين، نص تراجع وتذاكر ونص تحل في امتحانات. ورابع حاجة يا ريت لما تقوم تذاكر تقوم تذاكر على طول وتبعد الموبايل عنك، او دي تالت حاجة تقريبا. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى. الطريقة دي كويسة للكل، كويسة للناس اللي بتراجع والناس اللي لسه هتذاكر. الناس اللي لسه هتذاكر الملخص هينفعهم جدا، لان مش هياخد منهم وقت. ملخص 15 ورقة مش هياخد منك وقت تقريبا يعني. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. لو انت بقى وصلت للمرحلة دي من الفيديو يبقى انت بص، انت شكلك هتقوم هتعملها وهتقوم تذاكر. ما تنساش تعمل اللايك بتاعك، ولو انت عايز اي حاجة اكتب لي في الكومنتات، وتعمل اشتراك في القناة، واستناني الفيديوهات الجاية ان شاء الله تبقى مهمة جدا لثالثة اعدادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.